بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكابوريا. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. أنا هعملها بطريقتنا، طريقة الاسكندراني. احنا بنجيب الكابوريا بنغسلها وننضفها، بنغسلها كويس خالص وبنشيل الحتة دي اهي. انا سايبه لكم واحدة عشان اوريها لكم اهي، المنطقة دي كده بس اهي بطرخت طبعا. بس نغسلها ونتأكد منها ان هي نظيفة، وبنحط الحلة على النار زي ما احنا شايفين كده بحبة مية اهي. شايفين ميتها زي الفل اهي. بس كده بنكون حاطين حلة على النار بس، وبنطلع الكابوريا بتاعتنا من المية وبنحطها في الحلة اهي. بس كده هي وسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، فده احلى طعم للكابوريا واحلى طريقة ان شاء الله. بس كده بنجيب معانا بصلتين زي ما احنا شايفين كده، وطماطمتين متقطعين بننزلهم عليها. يعني مش شرط ان احنا نستنى المية تغلي، لانها حالا هتغلي دلوقتي. ونحط لها البهارات بتاعتنا، كمون اهو، بسم الله، وادي الشطه. اللي حابب يضيف لها بقى فلفل حامي براحته، بس انا بفضل اعملها كده بيبقى طعمها تحفه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودلوقتي هنضيف الملح. هي بدأت تاخد في السوا، مجرد ما بتشم النار بتحمر، بس بنصبر عليها غلوتين كده بس. وبكده خلاص بتكون استوت الكابوريا زي ما احنا شايفين اهو. بص المنظر بتاعها تحفة والطعم حكاية. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.